السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. الخواص اللي هي بقيه الباب الثاني كله مرتبط بيه الباب الثالث والرابع، يعني الموضوع لما يبقى معانا هنا ماشي كويس ونظبطه تمام هتبص تلاقي بقيه الكيمياء كلها عندك في سنه ثانيه 100 والسنه ثالثه هتبقى عندك خلفيه كويسه جدا تريحك على الاخر في كل منهج سنه ثالثه. الخواص اللي احنا هندرسها النهارده دي خواص العناصر في الجدول الدوري، تدرج الخواص في الجدول الدوري. انت لو فاكر، لو انت مش فاكر انا هفكرك. بص كده لما احنا جبنا الجدول الدوري قلنا الجدول بيمشي عندنا ازاي؟ عندي مجموعه رئيسيه وعندي دوره افقيه. عندي مجموعه رئيسيه محسبه وعندي دوره افقيه. لما انا هاجي اشتغل دلوقتي على الخواص هتلاقيني دايما بعد ما بدرس الخاصيه نفسها واقول هي ايه واعرفها واعرف خواص المميزات بتاعتها وبتيجي ازاي وتتكون ازاي، هتيجي امسك لك العناصر في الجدول واقول لك الخاصيات دي وانا ماشي كده بتزيد او وانا ماشي كده بتقل. يعني هنتكلم عن الخاصيه نفسها للعناصر كعامه مش عنصر. فاهمين معايا ولا تلاحين؟ طيب نمسك اول خاصيه عندنا. الاول لازم تبقى انت عارف ان خواص العناصر كلها في الجدول معتمده على التوزيع بتاع العنصر، معتمده على التركيب الالكتروني بتاعه، معتمده بالذات على غلاف التكافؤ. لما اقول لك غلاف التكافؤ في اي عنصر لازم تبقى عارف حاجه، ان غلاف التكافؤ لاي عنصر هو ايه بقى؟ اخر اس والبي اللي بعدها مهما كان اللي في النص ما بينهم. يعني ممكن يبقى مثلا عندك 4 اس 3 دي 4 بي، ماليش دعوه بالدي، يعني ليها دعوه بالاس والبي. يبقى غلاف التكافؤ اللي هو اللي هو يا شباب اخر اس والبي اللي بعدها. اخر اس وايه؟ لما اجي اقول لك اي عنصر اقول لك غلاف التكافؤ بتاعه مثلا اقول لك غلاف التكافؤ 4 اس 2 3 دي 10 4 بي 3، يبقى غلاف التكافؤ فيه كام الكترون؟ 5. باخد الاس والبي اللي بعدها. ليه بقى؟ بص ال 3 بي دي تبع المستوى الكام؟ الثالث، لكن ال 4 اس وال 4 بي تبع المستوى الكام؟ يبقى غلاف التكافؤ عندي اللي هو المستوى الرابع. ماشي؟ طب افرض كان غلاف الاس كان العنصر بينتهي كده، بص كان العنصر اخره كده مثلا 5 اس 2 3 دي 3، يبقى غلاف التكافؤ في كام الكترون؟ 2 اللي هو ال 4 اس. ممكن ال 3 دي تشترك في التفاعلات، بس انا عندي ايه؟ عندي معلش 4 دي وال 3 دي. ممكن ال 4 دي تشترك في التفاعلات، بس لا انا لما اجي اتكلم عامه اهو غلاف التكافؤ اللي هو اخر اس والبي اللي بعدها. احنا هندرس خواص العناصر في الجدول لمين بقى؟ عناصر الجدول كله الفئه اس والفئه دي والفئه بي والفئه اف؟ لا، احنا هندرس خواص العناصر في الجدول. عناصر الفئه اس اللي هم مين بقى يا شباب؟ اللي هم دول. عناصر الفئه اس اللي هم دول، وعناصر الفئه بي اللي هم دول اهم. واحنا شغالين هنقول الغازات النادره بيحصل فيها ايه. يعني انا كاني دلوقتي هعمل ايه؟ هشيل من الجدول دول اهو، دول كده كانهم مش موجودين. هشتغل على عناصر الفئه اس والفئه بي اللي هم اسمهم عناصر ايه؟ الفئه اس والفئه بي اسمهم عناصر ايه؟ ممثله. عناصر ايه؟ ممثله. عناصر الفئه اس وعناصر الفئه بي اللي هم العناصر الممثله. فانا لما اجي ادرس عامه خواص العناصر ادرسها على ايه يا كراس؟ على العناصر الفئه اس والفئه بي، يعني العناصر الممثله. يعني كأن الجدول بتاعنا في سنه ثانيه ثانوي دلوقتي في الباب الثاني هيبقى كده. بص هيبقى ازاي اهو، هيبقى عندي مجموعه 1 ايه والمجموعه 2 ايه كده اهو، ماشي معايا يا دكاتره؟ وهشيل الدي بقى خالص وهاخد معايا، بص هكمل اخد مين؟ اخد الاس والبي بس اهو. هاخد عناصر فيها اس اللي هم ال 1 ايه وال 2 ايه، بعدين 3 ايه و4 ايه و5 ايه و6 ايه و7 ايه والمجموعه 0. يبقى انا هدرس الخواص بتاعتي اللي انا هدرسها هطبقها على عناصر مين؟ الممثله. على عناصر مين؟ الممثله. اول خاصيه هنشتغل عليها اللي هي نصف القطر. اول خاصيه عندنا في الخواص كلها اللي هي اولا رقم 1 نصف القطر. كل ذره عنصر لها نصف قطر. كل ذره عنصر لها ايه يا شباب؟ نصف قطر. طيب بص كده، لو انا قلت لك ان ذره العنصر، خليك معايا كده للاخر، لو انا قلت لك ان ذره العنصر بتاعتي
عندي النواه فيها الشحنه الموجبه، بعدين عندي المستوى الاول والمستوى الثاني مثلا يعني والمستوى الثالث. كويس؟ يبقى نصف القطر من فين لغايه فين؟ البديهي والطبيعي. نصف القطر يبقى من فين لغايه فين؟ من عند مركز النواه هنا كده لغايه هنا مثلا لغايه ابعد في اي حته صح هيبقى نصف القطر. طيب بص اسمع السؤال ده، السؤال موجود عندك بص بيقول لك ايه؟ عندي لو قال لك عندي من الخطا، بص السؤال من الخطا، السؤال بمعلومه من الخطا القول بأن نصف القطر للذرة هو المسافة بين مركز النواة وأبعد إلكترون عنها. كده الكلام ده هيبقى غلط، وأبعد إلكترون عنها يعني سؤال بمعلومة. يبقى اللي احنا بنقوله ده كده ايه؟ صح ولا غلط؟ غلط. غلط انك تقول ان نصف القطر المسافه بين مركز الذره اللي هو عند النواه لغايه ابعد الكترون عنها. غلط. طب ليه غلط؟ يعني السؤال زي ما قلت لك تعليل هيدي معلومه. يبقى انا لما اجي اقول لك نصف القطر تقوم انت تقول لي هو المسافه بين مركز الذره وابعد الكترون عنها، اقول لك ده ايه؟ غلط. ليه بقى؟ فاكر في الباب الاول النظريه الموجيه بتاعت شرودنجر لما عمك هايزنبرج قال لك يستحيل تحديد موضع او سرعه الالكترون، فانا ما اقدرش احدد سرعته ولا اقدر احدد مكانه. هو في حد فينا يقدر يحدد يقول ان الالكترون هنا فهو يقيس المسافه من هنا لغايه هنا؟ لا مفيش. يبقى بص لما يقول لي عدد من الخطا القول ان نصف القطر هو المسافه بين مركز الذره وابعد الالكترون عنها، ليه؟ اقول له لان ايه؟ النظريه الموجيه اثبتت انه لا يمكن تحديد مكان الالكترون حول النواه. النظريه الموجيه اثبتت انه ايه؟ النظريه الموجيه اللي هي نظريه عند شرودنجر اللي هي النظريه الذريه الحديثه اللي هي اخر نظريه في الباب الاول، اثبتت انه لا يمكن تحديد موضع الالكترون حول النواه. النظريه الموجيه اثبتت انه ايه؟ يا رد عليا. لا يمكن تحديد موضع الالكترون حول النواه. فازاي انت تقول لي ان نصف القطر المسافه من مركز الذره لغايه ابعد الالكترون عنها وانا ما اقدرش احدد مكان الالكترون اصلا؟ ممكن الالكترون في لحظه يبقى هنا، في لحظه يبقى هنا، وفي لحظه يبقى هنا، ما اعرفش احدد مكانه. امال نصف القطر بقى هنعمل فيه ايه؟ هنجيبه ازاي؟ نصف قطر ذره اي عنصر هنجيبها ازاي؟ قال نصف القطر بقى هنا عشان ساعاتك تشتغل عليه وتحسبه. نصف قطر ذره الهيدروجين، النيتروجين، الفلور، الصوديوم، المغنيسيوم، نصف قطر اي ذره عنصر هسرحان هنجيبها ازاي؟ قال الاول روح للروابط. روح للروابط الكيميائيه. الروابط الكيميائيه عندنا كام نوع عشان نفهم، عشان نعرف ازاي هنحسب نصف القطر. الروابط الكيميائيه عندك كام نوع؟ ها؟ محدش عارف؟ الروابط الكيميائيه عندنا كام نوع؟ اثنين. ايوه الروابط عندي نوعين. في روابط بسميها روابط تساهميه. طب الروابط التساهميه دي حد بيفقد؟ لا. حد بيكسب؟ لا. دي مشاركه بالالكترونات عارفينها من ثالثه اعدادي. وفي نوع ثاني من الروابط اسمه روابط ايه؟ ايونيه. تعالى كده ناخدهم واحده واحده عشان نعرف ازاي هنجيب نصف القطر. يبقى خلي هدفك محدد. انت هتدرس او هنتكلم عن الروابط عشان تعرف ازاي هتحسب نصف القطر. نمسك اول حاجه الروابط التساهميه. في الروابط التساهميه الرابطه التساهميه. عندي الرابطه التساهميه مشابهه. والرابطه التساهميه عندي لها احتمالين. عندي لها كام احتمال؟ اثنين. الاحتمال الاول نسميها وهناخدها في الباب الثالث في الترم الثاني نسميها رابطه تساهميه نقيه. ايه نقيه دي بقى؟ يعني الرابطه هتبقى ما بين ذرتين زي بعض بالظبط. الرابطه هتبقى ما بين ذرتين ايه؟ زي متماثلتين، ذرتين متماثلتين. يعني زي ذره مثلا بص ذره اتش، ذره هيدروجين اتش مع ذره هيدروجين ثانيه اتش. يبقى دي اتش ودي ايه؟ ودي اتش. المسافه من هنا لغايه هنا اسمها ايه؟ اسمها طول الرابطه. اسمها ايه يا رجاله؟ يبقى المسافه بين مركزين ذرتين
متماثلتين اسميها طول الرابطه. بص ذرتين كلور، طيب ذره كلور اهي وذره كلور ثانيه زيها بالظبط، اثنين عاملين جزيء كلور Cl2 Cl2 ذرتين كلور. المسافه من هنا لغايه هنا اسمها ايه يا دكاتره؟ طول الرابطه. طيب نص المسافه دي يبقى ايه؟ نص المسافه يبقى نصف طول الرابطه اللي هو نقول عليه ضغط، اللي هو نقول عليه نصف قطر ذره الكلور. واخد بالك؟ يبقى نقول بص نقول نصف القطر تعريفه ايه هنا؟ نصف القطر تعريفه نصف المسافه بين ايوه تمام، نصف قطر الذره، نصف القطر الذري اللي هو ايه بقى؟ اللي هو مش ايوني، يعني ذره عنصر متعدد. نقول هو تعريفه، نقول هو نصف المسافه بين مركزي ذرتين. من هم يا دكتور؟ لازم يكونوا الذرتين دول اللي بينهم الرابطه وانت هتجيب نصها لازم يكونوا مالهم يا يوسف؟ متماثلتين. ماشي؟ متماثلتين لازم يكون مالهم يا اخوانا؟ يعني اقول نصف القطر الذري هو نصف المسافه بين مركزي ذرتين متماثلتين. طب المسافه كلها ما هي دي كده اسمها ايه؟ يبقى طول الرابطه هي المسافه بين مركزي ذرتين متحدتين. لو كان الجزيء بيتكون من ذرتين زي بعض بالظبط يبقى نص المسافه هي نصف القطر الذري. طب افرض ان الذرتين افرض ان الذرتين غير متماثلتين، يعني ذرتين مختلفتين. افرض ان الذرتين اللي بينهم الرابطه ذرتين مختلفتين، ده النوع الثاني من الروابط نسميه رابطه تساهميه، هنقولها في الباب الثالث بالتفصيل، اسمها مش مشكله بالنسبه لنا دلوقتي، نسميها رابطه تساهميه قطبيه. ذرتين مختلفتين. بص بقى وركز معايا. هل هيبقى نور تعريف نصف القطر هو نفس التعريف ولا يختلف؟ بص بقى ركز بقى. زي مثلا نديك مثال HCl ذره ايه وايه؟ هيدروجين وكلور. عاملين هما الاثنين رابطه تساهميه. ذره الكلور قد كده. ذره الهيدروجين قد كده. المسافه بقى من مركز ذره الهيدروجين لغايه هنا ومن مركز ذره الكلور لغايه هنا. المسافه دي كلها اسمها ايه؟ طول الرابطه. المسافه بين مركزي ذرتين دي طول الرابطه. لو كانوا متماثلتين ماشي. طول الرابطه هنا نقل الCl اهي، دي نقل الCl ونقل الH اهي. يبقى طول الرابطه بيساوي ايه؟ نقل الCl عشان ذرتين مختلفتين. لكن لو انا جيت هنا دول ذرتين متماثلتين، احنا بنتكلم دلوقتي عن طول الرابطه التساهميه. ليه بقى؟ عشان نعرف ازاي نحسب نصف القطر، نصف قطر الذره الواحده. لما يبقوا ذرتين متماثلتين زي الهيدروجين يبقى بص طول الرابطه نقل اتش دي زائد نقل اتش دي، صح؟ طب لو ذرتين كلور زي بعض نقل Cl دي زائد نقل Cl دي. يعني لو كانت الرابطه العنصر او الجزيء او الرابطه ما بين ذرتين متماثلتين يبقى طول الرابطه يساوي نق في 2. ده لو كانوا ذرتين مالهم متماثلتين. لو كانوا ذرتين مالهم يساوي يعني انا اقول لك طول الرابطه في جزيء الهيدروجين 6/10 انجسترون. انجسترون وحده قياس نصف القطر او طول الرابطه انجسترون. رمزها ايه وعليها درجه. وحده قياسه ايه قصدي؟ انجسترون. بص هنكتب كده العربي نكتبها انجسترون اهي. اول ايه؟ وفي الفيزياء دي وحدات قياس دي بالنسبه لنصف قطر الذره او طول الرابطه. اصحى نور وركز. لو كانوا ذرتين متماثلتين هتعرف ازاي انت ان ذرتين متماثلتين؟ هو هيقول لك في المساله طول الرابطه في جزيء الهيدروجين. طب ما جزيء الهيدروجين H2 يبقى ذرتين ايه؟ ذرتين هيدروجين متماثلتين، يبقى طول الرابطه بيساوي نق في 2. طول الرابطه في جزيء الاكسجين طب ما الاكسجين O2 يبقى طول الرابطه نق O في 2. يبقى نق بكام؟ لو عايزين نعمل له قانون يبقى نق بيساوي ما تنحريش في الجبر. يبقى نق يساوي طاو طول الرابطه على 2. اما لو كان الذرتين مختلفتين زي دي كده
اي ذرتين، يعني بص ساعتها اقول لك ايه في جزيء النشادر مثلا يا بفضل، جزيء النشادر ان اتش سي، ان اتش سي ذره ان بنقول عليها مركزيه. بص لاحظ كده، ذره ان بنقول عليها ذره مركزيه اهي، دي ذره الان اهي، بص دي ذره الان ومعاها 3 اتشات، اتش كده واتش كده واتش كده. انت لما بتيجي تجيب طول الرابطه الثلاث روابط متساويين، يعني بص دي الان قلنا من عند الان هنا لغايه هنا، من عند الان هنا لغايه هنا، من عند الان هنا لغايه هنا، دي قد دي قد دي، فانت بتجيب طول رابطه واحده بس. لو كان الرابطه عيدها تاني، لو كانت الرابطه بين ذرتين مختلفتين يبقى طول الرابطه هيساوي ايه؟ طول الرابطه. بص اقول لك على حاجه، دايرتين غير بعض ماليش دعوه، دي دايره ودي دايره، لو انت عايز تجيب المسافه من هنا لغايه هنا هتعمل ايه؟ نصف قطر الدايره دي زي نصف قطر الدايره دي، صح؟ طب دول ذرتين مختلفتين، الذره دي غير دي، دي سي ال ودي اي اتش، لما تيجي تجيب المسافه دي كلها هتقول ايه؟ طول الرابطه هتساوي ايه؟ نق السي ال زائد نق الاتش، ما تقولش بقى نق في 2. لا هما زي بعض، دول مختلفين، فما اقولش بقى نق في 2، لما يبقوا متماثلتين بس تبقى نق في 2. لو عايز اجيب نقه تروح ماشي، عايز تبص كده يبقى طول الرابطه يساوي، لو كانوا ذرتين مختلفتين يبقى طول الرابطه يساوي نق 1 زائد نقه 2 زائد نق 2. انت عايز نق 2 تعمل ايه؟ عايز نق 2 تعمل ايه؟ عايز نق 1. طب انت عايز نق 1 تعمل ايه؟ يبقى هنا مفيش اسم ولا فيش ضرب، ده لما يكونوا ذرتين مختلفتين، ده لما تكون رابطه تساهميه بين ذرات عناصر مختلفه. تعرف ازاي انت؟ ما انا هقول لك مثلا، اقول لك الرابطه في جزيء النشادر، طول الرابطه في جزيء النشادر، طول الرابطه في جزيء، طب جزيء النشادر بيتكون من ايه؟ من 3 اتشات، صح؟ انا بديك طول رابطه واحده بس، ودايما برضه يا استاذ علي ودايما برضه يا علي لما اجي هقول لك احسب طول رابطه واحده بس، فالان مرتبطه مع 3 مرتبطه مع 4، انا ماليش دعوه، انا عايز رابطه ايه؟ واحده بس. اجيبها ازاي؟ ادي الان مركزيه، نق ان اهي زائد نق اتش اهي، تمام؟ بص يا عم مثال تاني اهو، لو انا جيت قلت لك طب في جزيء الميه، جزيء الميه الرابطه بكام؟ تحسبها لي ازاي؟ نقول لك بص الميه ايه؟ اتش 2. مين الذره المركزيه؟ الاو. الذره المركزيه اللي هي واحده بس يا حمد يا اسامه، الاو واحده بس، ومعاها مين؟ اتشايفين. ادي يا عم بص ادي الاو اهي، ومعاها اتش من الناحيه دي يا عم مجازا، ومعاها اتش من الناحيه دي. من عند الاو من هنا اهو لغايه هنا ده نق الاو، بعد كده من عند الاتش من هنا لغايه هنا نق الاتش، طول الرابطه يساوي نق او زائد نق اتش. معايا يا محمد؟ ده لو انا عايز طول الرابطه في جزيء الماء، طول الرابطه التساهميه في جزيء الماء، يبقى اقول له نق او زائد نق اتش، تمام؟ تقول لي طب ودي كده، طب ما دي هي دي، انا باخد واحده بس، ما الاثنين قد بعض. حد مش فاهم؟ نقول تاني؟ يبقى دي الرابطه التساهميه ليها حالتين، لو متشابهين، لو ذرتين متماثلتين يبقى طول الرابطه نق في 2، يعني نق بيساوي طول الرابطه على 2، اما لو ذرتين مختلفتين يبقى نق 1 زائد نق 2، يعني نق الذره دي زائد نق الذره دي. طب افرض كانت الرابطه اللي عندك رابطه ايونيه مش تساهميه، افرض الرابطه اللي عندك في السؤال او في المساله رابطه ايونيه، سهله جدا، هي زي دي، مش الايونيه ما بين ايون موجب وايون سالب؟ طب دول في احتمال انهم يبقوا متشابهين؟ لا نهائي. يبقى طول الرابطه الايونيه يساوي نصف قطر الايون الموجب زائد نصف قطر الايون السالب. طول الرابطه الايونيه ما فيهاش بقى هنا اسم، طول بص طول الرابطه الايونيه يساوي نق ايون موجب زائد نق الايون الايه؟ السالب. طب انا عايز نق الايون الموجب اعمل ايه؟ يبقى نق ايون موجب يساوي طول الرابطه ناقص نق الايون السالب. طب نق الايون السالب ناقص نق الايون الموجب. ماشي؟ طب احنا بنعمل الكلام ده ليه اصلا كله؟ احنا بنعمل الكلام ده عشان ازاي نحسب نصف القطر.
ليه بقى؟ لان اصلا هو قال لي في الاول انت لو جيت تجيب نصف القطر تقوم تقول عشان الناس اللي جايه متاخره وعشان الناس اللي ما كانتش مركزه، لو جيت سعادتك بتدرس خاصيه نصف القطر اللي هي اول خاصيه وجيت قلت نصف القطر هو نصف المسافه من مركز الذره لغايه ابعد الكترون عنها، يقول لك لا ده الكلام ده غلط ومش مظبوط. ليه بقى؟ لان النظريه الموجيه اوضحت انه لا يمكن تحديد مكان الالكترون حول النواه. امال هنعمل ايه عشان نحدد نصف القطر بتاع ذره العنصر؟ وبعدين بعد ما تحدده نبدا بقى ندرسها في الجدول وضعها ايه؟ قال لك بص تروح الاول الروابط. تلاقي الروابط اللي بين الذرات بتاعت العناصر كام نوع؟ 2 تساهميه وايونيه. في الرابطه التساهميه عندك حاجتين، يا اما تكون الرابطه ما بين ذرتين زي بعض بالظبط زي بص في مين؟ زي في H2 رابطه بين مين ومين؟ اتش و اتش. ردوا عليا بالله عليك. N2 رابطه بين مين ومين؟ Cl2 رابطه بين مين ومين؟ ما دام الذرتين زي بعض يبقى طول الرابطه بيساوي نق للذره الواحده في 2. يعني نصف قطر الذره الواحده في كام؟ 2. طب لو انت عايز نق يبقى طول الرابطه على 2. ده لو كانوا ذرتين مالهم؟ متماثلتين. طب افرض الذرتين اللي معايا ذرتين مختلفتين وعاملين رابطه تساهميه، يبقى طول الرابطه في الحاله دي يساوي نق للذره دي زائد نق للذره دي، ايا كان الذرتين مين هم. زي مثلا في HCl، الCl بص ذره الكلور كبيره وذره الهيدروجين صغيره، طول الرابطه بيساوي نصف قطر ذره الكلور زائد نصف قطر ذره الهيدروجين. طب لو انت معاك طول الرابطه، معاك طول الرابطه دي كلها ومعاك نصف قطر الCl، يبقى H بيساوي كام؟ اطرح طول الرابطه واطرح منها نق Cl. هو ال HCl ده هو ايه المركز بتاعه؟ كلوريد الهيدروجين ده مركب بيتكون ذره هيدروجين وذره كلور. ذره الاتش عامل رابطه تساهميه وحديه مع ذره الCl. الرابطه ما بينهم بتساوي ايه؟ نصف قطر ذره الاتش زائد نصف قطر ذره مين؟ الCl. طول الرابطه. طول الرابطه وحده قياسها ايه يا رجاله؟ وحده قياسها ايه؟ الانجسترول. وحده قياس طول الرابطه الانجسترول. طيب لو كانت الرابطه عندي ان مع 3 ذرات اتش، انا مالي انا بص الان مش الان هنا اهي، الان هنا مرتبطه مع الاتش ومع الاتش ومع الاتش صح؟ الرابطه دي زي دي زي دي. هو دايما في المساله يطلب واحده بس ومش هيقول لك انا عايز واحده بس، هو هيقول لك يا اسامه احسب طول الرابطه في جزيء النشاط. قال لك احسب طول ايه؟ الرابطه في جزيء النشاط. طب جزيء النشاط ان الرابطه دايما بتكون بين مين ومين في جزيء النشاط؟ ان و اتش. يبقى طول الرابطه بيساوي نق ان زائد نق اتش. طب مثلا بص زي عندك كمان سي اتش 4 اللي هو الميثان، ذره كربون وكم هيدروجين؟ 4. اجي اقول لك طب احسب لي طول الرابطه في جزيء الميثان. نق سي زائد نق اتش. ماشي؟ اوعى تضرب في 4 ولا في 2 ولا تقسم. نق سي نصف قطر ذره السي زائد نصف قطر ذره الاتش. اصحى يا يوسف. طب لو كان المركب ايوني، لا كده لو المركب ايوني تبقى العمليه مستريحه. طول الرابطه الايونيه بيساوي نصف قطر الايون الموجب زائد نصف قطر الايون السالب. في الرابطه الايونيه وفي مسائل الرابطه الايونيه يا هجمع يا هطرح. اجمع عشان اجيب طول الرابطه، اطرح عشان اجيب نق الايون الموجب او نق الايون السالب. واضحه؟ طيب افتح المرجعه بتاعتك كده. قلنا نصف القطر، نرتب دماغنا بقى. نصف القطر تعريفه ايه؟ قلنا لو جينا قلنا ان نصف القطر ده هو المسافه بين مركز الذره وابعد الكترون عنها، هيبقى الكلام ده غلط ومش مظبوط. علم ان الخطا القولي على نصف قطر الذره هو المسافه بين النواه وابعد الكترون عنها. ليه؟ لان النظريه الذريه اوضحت انه لا يمكن تحديد مكان الالكترون حول النواه. تمام؟ طب امال هنحسب نصف القطر ازاي؟ هنجيبه ازاي؟ لازم الاول عشان نحسب نصف القطر نعرف الروابط. اول تعريف عندك الرابطه التساهميه تقولها المسافه بين مركزي ذرتين متحدتين، مالناش دعوه بقى متماثلين ولا غير متماثلين. واخد بالك؟ طول الرابطه ماليش دعوه. طول الرابطه التساهميه ماليش دعوه، الذرتين دول زي بعض مختلفين عن بعض، مالناش دعوه بالكلام ده. وادي المثال قدامك اهو. مثلا عندك لو الرابطه ما بين ذرتين متماثلتين زي كده اهو، يبقى نق واحد زائد نق 2. طب لو ذرتين مختلفتين يبقى برضه نق واحد زائد نق 2. طول الرابطه ماليش دعوه.
لكن لو كان الزرتين متماثلتين يبقى طول الرابطه ممكن نقول عليه ايه؟ نق في 2. يعني لما نيجي نقول تعريف نصف القطر هنقول ايه تعريفه؟ نقول هو نصف المسافه. تعريف نصف القطر خلي بالك بقى، هو نصف المسافه بين مركزي زرتين متحدتين. هو ايه؟ نصف المسافة بين مركزي زرتين متحدتين. ما اسكتش بقى. لو سكت في نصف القطر هيبقى التعريف ناقص وغلط. لازم تقول ايه؟ مركزي زرتين متحدتين متماثلتين. لازم نقول متماثلتين في تعريف نصف القطر. لكن في طول الرابطه هقول ايه؟ هو المسافه بين مركزي زرتين متحدتين. متماثلين ماشي، مش متماثلين ماشي. هو المسافه كلها لطول الرابطه. لكن عايز نصف القطر يبقى لازم يكونوا زرتين ايه؟ متماثلتين. طيب ده لو الرابطه تساهميه، لو كانت الرابطه تساهميه بين زرتين متماثلتين يبقى طول الرابطه بيساوي 2 في نصف القطر. يعني نق في 2. ده لو كانوا زرتين مالهم؟ متماثلتين. H2 N2 F2 Cl2 Br2 I2 اي زرتين زي بعض. تمام؟ طب لو كانوا زرتين بقى مختلفتين يعني رابطه تساهميه قطبيه فيبقى طول الرابطه بيساوي نق 1 زائد نق 2. ما هو زرتين مختلفتين فواحده نصف قطرها كبير والثانيه نصف قطرها صغير. يبقى نصف قطر دي زائد دي. تمام؟ طب لو كانت الرابطه ايونيه يبقى نصف قطر الايون الموجب زائد الايون الايه؟ السالب. تعال نشوف المسائل بقى. اول مثال عندك بيقول لك اذا علمت ان طول الرابطه في جزيء الكلور. بص عامل لك ايه انا؟ CL زرتين متشابهين ولا مختلفين دول؟ متشابهين. ايوه دول متشابهين. يبقى لو انا عايز نصف قطر الكلور هسيب على كام؟ على 2. ده عشان دول Cl2 عشان دول زرتين يا صبري متماثلتين. طب وطول الرابطه بين ذرتي الكربون وذره الكلور، الرابطه بتبقى هنا. كربون وكلور متماثلتين ولا مختلفتين؟ مختلفتين. يبقى ينفع تقسم على 2؟ لا. طب ايه المطلوب سعادتك؟ بص كده عشان تفهم الكلام. المطلوب احسب نصف قطر ذره الكربون. يعني عندنا كده نصف قطر. بص يا عم هقول لك على حاجه. بص معايا على السبوره اهي. تعال ناخد المعطيات كده ونمثلها بحاجه سهله قوي. ذرتين كلور يبقى ذرتين زي بعض صح؟ ادي واحده وادي الثانيه، دي Cl ودي Cl. المسافه من هنا لغايه هنا بكام؟ 1.98 نصها اقسم على 2 صح؟ يعني تبقى دي 99 ودي 99%. حلو الكلام؟ دي نق Cl. يبقى انت اول خطوه عندك تروح رايح للكلور تقول نق Cl يساوي طول الرابطه على 2. طول الرابطه اللي هي مين يا محمد المحي؟ 1 علامه 9 على 2 تطلع ب 99% انجسترون. قلنا وحده قياس نصف القطر او طول الرابطه الانجسترون. تمام؟ كده انا جبت نق Cl. طب ليه جبت نق Cl؟ ما هو هو عايز طول الرابطه بين مين ومين؟ عايز بين الكلور والكربون صح؟ طب الكلور كده والكربون كده. دي الكربون اللي هي سي ودي Cl صح؟ الرابطه دي كلها كده اهو. هنا نقي مين دي؟ نقل Cl. دي نقي مين؟ سي. طب اذا كان ده كله معاه اذا كان طول الرابطه دي كلها بكام؟ دي كلها 1 علامه 7 6. طب والCl بس بكام لوحدها؟ 99. يعني انا نقل سي ازاي؟ نقل سي يساوي 1 علامه 7 6 ناقص 99 انجسترون. بص بيقول لك المثال الثاني اذا كان طول الرابطه بين ذرتي نيتروجين بين ايه؟ يعني الاثنين زي بعض بينهما احاديه في جزيء مركب الماء. مين المركب ده مش مهم. المهم ان دي بص ان كده اهي ان ومعاها ان تاني والرابطه ما بينهم اللي هي ده كده. حلو الكلام؟ وطول الرابطه في جزيء غاز الهيدروجين دي كده ايه بقى؟ دي اتش مع اتش. ذرتين زي بعض اهم اتش وادي اتش واتش وهنا دي ان وان. الرابطه دي كده ما بين الاتشايتين تساوي 6 من 10 انجسترون. ايه المطلوب؟ بص بقى انا بوريك الرسمه اهو. يقول لي اوجد
طول الرابطه بين ذرتي النيتروجين والهيدروجين في جزيء النشادر. طيب بص ساعتها النيتروجين اهو والهيدروجين اهو. النيتروجين بقى مرتبطه بكام اتش ماليش دعوه انا. ايوه ذره النيتروجين مرتبطه بكام اتش انا ما يخصنيش، هو عايز طول الرابطه الايه؟ الواحده. يبقى رابطه بص طول الرابطه دي الان اهي ودي الاتش اهي. يبقى طول الرابطه بيساوي نق ان زائد نق ايه؟ اتش. يبقى انا الاول هدور على مين يا رفري؟ الاول يا ادهم هدور على نق اتش عند الهيدروجين ونق ان عند مين؟ النيتروجين. يبقى في الاول خالص كده هروح رايح بالقوانين بتاعتي. مستر انت ما لحقناش ما انا لسه هحل اهو. اصلا. بص ساعات فهمت المساله؟ اه. تعالى بقى نشوف هنحل ازاي. اول حاجه انا عايز طول، بص هكتب ايه؟ طول الرابطه بين ان و اتش تساوي نق اتش زائد نق ان. ده اللي انا عايزه، ده المطلوب. ده المطلوب. هرجع ده القانون بتاعي المطلوب بتاعي. هرجع بعد كده اعوض فيه. اروح رايح الاول اجيب نق اتش، اخد طول الرابطه بتاعت الهيدروجين 6/10 على 2 تساوي 3/10 انجسترون. واخد نق ان اهي نق ان تساوي كام يا عم نق الان؟ 73. 3 كام؟ بس كده بس يعني الرابطه كلها كام؟ 1 علامه 4 6 على 2 تطلع 73% انجسترون. ابدا اجمعهم بقى. كده انا جبت نق الاتش ونق الان. ارجع تاني للقانون بتاعي. نق ان زائد نق اتش. يبقى 3/10 زائد كام؟ 73%. زي ليه؟ 3/10 زائد 73%. لا طبعا 67. 1.3%. 1.3%. 1.3%. المثال اللي بعده إذا كان طول الرابطة إذا كان نصف قطر، هنا بقى مديك نصف القطر يا عم. فمش هتقسم ولا هتطرح ولا تجمع، هو بيديك نقط. إذا كان نصف قطر ذرة الكلور 99% انجسترون، يبقى دي ناقص سي ال اهي. وطول الرابطة في جزيء النشادر تساوي طول الرابطة في جزيء النشادر معناها إيه؟ أهي بص هكتبها إيه؟ طول الرابطة بص هجيب من المسألة يا جماعة والله ما هخترع. طول الرابطة بص وطول الرابطة في جزيء النشادر في NHC بتساوي ايه دي بقى؟ بتساوي نق ان زائد نق اتش صح؟ تساوي كام؟ 1. هو اللي قايل انا ما بجيبش حاجة، انا لسه بكتب معطيات. معايا؟ فين يا مستر الواحد يا مستر؟ اهو بص كمل تساوي 1 انجسترون. تمام. يبقى نق ان زائد نق اتش بتساوي كام؟ 1. وطول الرابطة في جزيء كلوريد الهيدروجين يبقى بص طول الرابطة في HCl كلوريد الهيدروجين. لو انت مش عارف الصيغة مش فارقة، مش هتفرق الرمز معاك خالص. ليه بقى؟ ان هو بص بيقول لك طول الرابطة في جزيء ايه؟ كلوريد الهيدروجين. يعني بص نق كلوريد يا عم بالعربي اهو، كلوريد زائد نق هيدروجين اللي هو الاتش تساوي كام؟ مديهاني برضه اهي 1 علامة 2 9. تمام. يعني مديني طول الرابطة في النشادر ومديني طول الرابطة في الاتش سي ال ومديني نصف قطر ذرة مين؟ الكلور. دي كلها معطيات. دي نق سي ال بتساوي دي كلها معطيات. نق بالسي ال بتساوي 99%. جميل كده؟ دي المعطيات بتاعتي. لسه ما حلتها. تعالى نشوف بقى عايز ايه هو؟ بيقول لي ايهما اكبر؟ طول الرابطه في جزيء الهيدروجين ام طول الرابطه في جزيء النيتروجين؟ يبقى انت سعادتك محتاج انك تجيب لي طول الرابطه في جزيء الهيدروجين وتجيب لي طول الرابطه في جزيء الايه؟ النيتروجين. هو عامه عشان انت تبقى عارف الهيدروجين عدد الذري كام؟ 1 والنيتروجين 7. يبقى مين اكبر؟ النيتروجين على طول. بس انا عايز احسبها. هناخد ناقص سيال اللي مديها لي دي. روح بقى هنا في حاجه في ناقص سيال هنا. طب روح بقى هنا اهي شيل دي بقى. بص شيل دي كده اهي، شيل دي
اللي هي ناخد كلوريد وعوض مكانها بمين؟ 99%. ب 99%. عوض مكانها ب 99%. كده يبقى 99% اللي هي نقل سي ال زائد نقل اتش تساوي كام؟ 1.29. اجيب دي بقى الناحيه بعكس الاشاره، يبقى عندي نقل اتش تساوي 1 علامه 2 9 ناقص 99% يساوي 3 من 10 انجسترون. دي نقل اتش. تمام؟ نقل اتش. طيب كده يبقى طول الرابطه، طول الرابطه في اتش 2 تساوي ايه؟ 3 من 10 في 2. 3 من 10 في 2. 3 من 10 اهو. يعني 6 من 10. يعني 6 من 10. كده جبنا طول الرابطه فين؟ في الاتش 2. خد بقى نقل اتش دي اللي انت جبتها وارجع بيها لاول حاجه. في النشاط عوض بيها هنا. هتجيب نقل مين؟ اودي نقل اتش ناحيه الثانيه العكس الاشاره ويبقى نقل ان تساوي. اهو بص يبقى نقل ان تساوي نكتبها فين؟ طيب المساله ثانيه قدامك، المساله قدامك تاني. هو بيقول لي في المساله ايهما اطول؟ الرابطه في جزيء الهيدروجين ولا الرابطه في جزيء النيتروجين؟ بعدين هو مش بيقول لي كلام، لو بيقول لي كلام اقول له الهيدروجين اقل من النيتروجين عشان النيتروجين حجمها اكبر. لكن هو بيقول لي احسب ايهما اطول؟ طول الرابطه في جزيء الهيدروجين ولا طول الرابطه في جزيء النيتروجين؟ هتكلم تاني في نفس المساله بس بشكل تاني. انا عشان اجيب طول الرابطه في جزيء النيتروجين، طول الرابطه في N2 يساوي ايه؟ رد عليا. طول الرابطه في N2 يساوي ايه؟ يساوي نقل N في 2. وعشان اجيب طول الرابطه في H2 يساوي ايه؟ نقل H في 2. حلو الكلام؟ ده المطلوب منك، ده اللي انت عايز تجيبه. طب ترجع انت لمعطياتك، تلاقيه مديك طول الرابطه في النشادر. طول الرابطه بص في معطياتك، طول الرابطه في النشادر دي بتساوي نقل ان زائد نقل اتش بتساوي كام؟ اديها لك هو 1. دي بتساوي 1. وكمان هو مديك طول الرابطه في مين تاني؟ اتش سي ال دي بتساوي نقل سي ال زائد نقل اتش بتساوي كام؟ 1.29% انجسترون. وهو برضه في المعطيات بيقول لك نقل سي ال بتساوي 99%. صح؟ دي كده انا ما عملتش حاجه لسه. انا كل اللي انا عملته يا عم يوسف يا محترم ان انا جبت المساله وحطيتها قدامي بس في صوره قوانين. فانت عشان تجيب طول الرابطه في N2 عايز نقل ايه؟ نقل ان. صح؟ عشان تجيب طول الرابطه في H2 عايز نقل ايه؟ نقل اتش. هتجيبها ازاي؟ بص على معطياتك كده. انت معاك نقل مين؟ خدها وروح بيها فين؟ لده ولا لده؟ لده. ادي نقل السي ال اعوض بيها هنا. يبقى كده انت سعادتك هتجيب نقل مين؟ رد عليا مش هقول انا. هتجيب نقل اتش. يبقى كده حضرتك هتقول نقل اتش بتساوي طول الرابطه في الاتش سي ال بكام؟ 1 علامه 2 9 ناقص نقل سي ال بكام؟ 9. هكتبها باللون بتاعها 99%. يطلع عندي نقل اتش ب 3 من 10. حد مش فاهم لغايه دلوقتي؟ كده انا جبت نقل اتش. ارجع بقى هنا. مش انت عايز طول الرابطه في الاتش 2؟ خد نقل اتش اللي انت جبتها واضربها في كام؟ في 2. يبقى دي كده هتساوي 3 من 10 في 2 تساوي 6 من 10 انجسترون. طب عايزين طول الرابطه في N2 بسيطه. ناخد نقل مين؟ ونرجع لمين؟ للرابطه في النشاط. نعوض عن نقل اتش اهي. نعوض عنها ب 3 من 10. يبقى نقل ان هتساوي بالازرق اهي. نقل ان تساوي طول الرابطه في النشاط بكام؟ 1 ناقص ال 3 من 10
اهو اللي احنا جبناها بتاعت الهيدروجين تطلع بكام يا عم؟ دي تطلع ب7/10 انجسترون. حلو الكلام؟ خد بقى نقط ان دي وارجع لاول خطوه اول قانون. يبقى ده هتساوي كام؟ 7/10 في 2 تساوي 1/4 انجسترون. مين اكبر بقى؟ الرابطه في ان 2 ولا الرابطه في الاتش 2؟ لا في ال 2. نيجي للرابطه الاولانيه بقى. كل مسائل الرابطه التساهميه بنفس الشغل ده. كل مسائل الرابطه التساهميه بتشتغل عليها بنفس الطريقه دي كده. يديك الرابطه هنا ويطلب هنا، يعني هي كلها بنفس الفكره. وانت ما عندكش غير في الرابطه التساهميه غير قانونيه. يا اما هتقسم على 2 يا اما تضرب في 2. ده طول الرابطه لو كانوا ذرتين متماثلتين. طب لو ذرتين مختلفتين يبقى هتطرح وتجمع. الرابطه الاولانيه بقى ما فيهاش اسم خالص. بص بيقول ايه؟ اذا كان طول الرابطه دي رابطه ايونيه. تمام. اذا كان طول الرابطه في جزيء كلوريد حديد 3 يبقى كده طول الرابطه بتساوي ايه؟ سيبك من الارقام. طول الرابطه كلوريد حديد 2 ماشي. يبقى طول الرابطه بيساوي ايه؟ اللي هو مين هنا بقى؟ رد عليا. بص على المركب وبص ورد عليا. ايه؟ طول الرابطه بيساوي نقط كلوريد زائد نقط حديد 2. طيب طول الرابطه في كلوريد حديد 3 يبقى طول الرابطه بيساوي ايه؟ نقط كلوريد زائد نقط حديد 3. حديد في جزيء حديد 3 لا كلوريد حديد 3 دي عندنا غلطه من عندنا اهي صلحها. في جزيء كلوريد دي كلوريد حديد 3 41 انجسترون. بص بقى يا استاذ بفي بيقول لك ايه؟ ونصف قطر ايون الكلوريد دي نقط CL -1. خلي بالك تعالى نجيب كده المعطيات. نجيب المعطيات كده قدامنا. اول حاجه طول الرابطه في كلوريد حديد 2 يساوي ايه؟ قول لي انت بقى. ها نق كلوريد زائد نق حديد 2 دي بتساوي كام؟ هو قايل لك 2.56% انجسترون. طيب بص كمان اللي تحتيها طول الرابطه في انا لسه يعني بشرح المساله. كلوريد حديد 3 تساوي نق كلوريد زائد نق حديد 3 بكام دي يا عم؟ قايل لك بواحد علامه 8 1 ولا لا؟ ماشي كام؟ 2 علامه 4 1 انجسترون. حلو الكلام؟ وهو قال لك ايه بقى؟ قال لك نق CL سالب. مين الCL سالب ده؟ اللي هو الكلوريد. نق الكلوريد بكام يا عم؟ بواحد علامه 8 1. تمام؟ ايه المطلوب سعادتك؟ عايز نصف قطر ايون حديد 2 هتعمل ايه؟ مش هقول انا، انت اللي هتقول. عايز نصف قطر ايون حديد 2 يبقى طول الرابطه ناقص كلوريد. يعني هاخد ده واحطه هنا اهو. ويبقى كده الكلوريد زائد حديد 2 يساوي ده. واحد سمستر. يبقى حديد 2 هوديه بعكس الاشاره الكلوريد هناك صح؟ يبقى نقول ايه؟ نق حديد 2 يساوي اهو نق حديد 2 يساوي الرابطه كلها بكام؟ ب 2 علامه 5 6 ناقص الكلوريد بكام؟ 1 علامه 8 1 هيطلع 75% 3 علامه 7 5 انجسترون. حد عنده مشكله لغايه دلوقتي؟ طب عايزين حديد 3 نفس الحكايه. نفس الحكايه. يبقى نق حديد 3 يساوي 2.41%. تمام؟ نق حديد هيطلع ب 6%. 3 يساوي 2 41% ناقص 1 81 تطلع ب 6 من 10 ولا 6 من 10 انجسترون. لسه المفروض الانجسترون بتتحط بعد واحد. اي مش هتفرق كتير يا محمد. ماشي كده انت جبت الف وب. ألف وب. طب ماذا تستنتج من النواتج؟ طب ثانيه واحده. انا عندي بص ماشي استنى
عندي ناقص سي ال هيبقى في موجب 2 كده صح؟ وناقص في موجب 3 كده. وناقص ذره الحديد كده. ناقص ذره الحديد اهي اللي هي 1.17% دي. تستنتج ايه بقى؟ الاف اي بس بكام؟ 1.17%. طب اف اي موجب 2 بكام؟ 75%. طب اف اي موجب 3 بكام؟ يبقى استنتج من النتائج ايه؟ ان نق بص نق اف اي بس يعني ما فقدتش ولا اكتسب مالها اكبر من نق اف اي موجب 2 ونق اكبر من نق اف اي موجب 3. نق ماذا تستنتج من النتائج؟ النتائج اللي طلعت عنه يعني انت مش هتجيب حاجه من بره. بص على ذره الحديد نصف قطرها بكام؟ 19%. حلو دي ذره الحديد اللي انا فقدت ولا اكتسب. طب لما ذره الحديد تفقد 2 الكترون نصف قطرها 75%. طب لما تفقد 3 6/10 يبقى نقل الذره نفسها قبل ما تفقد اكبر من نقل الايون الموجب بتاعها. والايون الموجب لو فقد زياده نصف قطره يقل زياده. طب كمان حاجه ثانيه بقى. بص الكلور نصف قطر ذره الكلور. بص كده الكلور نصف قطر ذره الكلور بكام؟ اهي اهي 99%. دي ناقص سي ال اهي ناقص سي ال ب 99%. طب وايون الكلور بكام؟ ناقص سي ال -1 اكبر من ناقص سي ال. ناقص سي ال دي الموجب. ناقص سي ال اللي شايف دي سي ال -1 يعني مكتسب الكترون بكام؟ 81%. طب وناقص سي ال دي بكام؟ دي متعادله ولا اكتسبت ولا فقط بكام؟ ب 99. يبقى مين الاكبر؟ السالب اكبر من الايه؟ من الذره المتعادله. بص بقى معايا في الاول. اي ذره عنصر عشان نفهم اللي جاي كويس. واللي جاي ده زي ما قلت لك كل الخواص اللي جايه كلها بقيه الخواص اللي في الجدول اللي في الباب الثاني كلها مرتبطه بالحته اللي احنا هنقولها دي. بص يا سيدي انت عندك اي ذره عنصر عباره عن ايه؟ نواه والنواه دي فيها بروتونات موجبه ونيوترونات متعادله صح؟ فتبقى شحنه النواه مالها؟ موجبه. وبره هنا كده في ايه؟ في الكترونات. والالكترونات دي شحنتها ايه؟ سالبه. الالكترونات اللي هنا دي كلها كده اي الكترون هنا شحنته سالبه. بين النواه والالكترونات في قوه ايه؟ في قوه كسر. بين النواه الشحنه الموجبه وبين الالكترونات في قوه ايه؟ كسر. ركز بقى معايا كمان بص ساعتك. لو قلت لك كمثال يعني عندي ذره عنصر النواه بتاعتها النواه بتاعتها فيها 17 او فيها 11 بروتون موجب. يبقى شحنتها الموجبه كام؟ 11. وبره هنا في كام الكترون سالب؟ 11 برضه. هنا في 2 زي ما انت عارف، هنا في 8، هنا في 1. الصوديوم كده هنا النواه بتأثر على الالكترونات دي بالشحنه الموجبه بتاعتها. والالكترونات بتنجذب للنواه بشحنتها السالبه صح؟ في قوه جذب بين الاثنين عشان دي موجبه ودي ايه؟ سالبه. النواه هنا في الحاله دي لها شحنتين. النواه بتاعت اي عنصر في الحاله دي هنا عندنا في اي عنصر لها شحنتين. شحنه بنسميها الشحنه الفعليه. يعني ايه الشحنه الفعليه؟ يعني النواه دي فيها كام بروتون؟ 11. يبقى شحنتها الفعليه 11. طيب ال 11 موجب دول بيأثروا على الالكترونات اللي هنا زي اللي هنا ولا بتختلف؟ قوه التأثير تختلف. ليه بقى؟ يعني قوه جذب النواه للالكترون ده اكبر من قوه جذب النواه للالكترون ده. طب ليه؟ يعني بص كده شوف انت لو جبت مصباح لمبه من اللمبات اللي هي الموفره دي وحطيت عليها قماشه بيضاء الاضاءه بتاعتها هتبقى بنفس القوه ولا تقل؟ هتقل. طب نحط قماشه تاني. عارف القماشه دي عامله زي المستوى اللي مليان ده. المستويات دي ممتلئه بالالكترونات بتبقى عامله حوالين النواه زي كفر كده زي غطا عليها. فنسميها المستويات الممتلئه بالالكترونات نسميها المستويات الحاجبه. تحجب جزء من شحنه النواه على الالكترونات اللي في المستوى اللي بعديها. طب والمستوى ده برضه هو كمان يغطي على النواه.
فتبقى شحنة النواة هنا على ده أقل، صح؟ كل ما ابعد عن النواة شحنة النواة الموجبة وتأثيرها على الإلكترونات يكون أقل. يبقى أي نواة عنصر، أي عنصر النواة بتاعته ليها شحنتين. شحنة بنسميها الشحنة الفعلية، وشحنة نسميها الشحنة الفعالة. الفعالة سي افكت. الفعلية اللي هي عدد البروتونات بتاعتها اللي هو العدد الذري. فيها كام يا عم؟ 11 يبقى بتأثر بال 11، دي اسمها الفعلية. أما بقى الفعالة اللي هي الشحنة التي يتأثر بها إلكترون ما في الذرة. يعني الشحنة الفعالة اللي بتأثر على الإلكترون ده غير اللي على الإلكترون ده. طب أنهي أكبر؟ الشحنة الفعلية ولا الفعالة؟ الفعلية أكبر من الفعالة. عشان الفعلية. أيوه، الفعالة هي اللي هي بقى الواقعية اللي هي بتأثر التأثير هنا غير هنا غير هنا. تمام؟ يبقى النواة ليها شحنتين، هي كلها تعتبر نظريا شحنة واحدة. لكن لما اجي ابص كده فعليا ابص الاقي تأثير النواة هنا على الإلكترون ده غير على ده غير على ده. طب ليه؟ نقول له لأن المستويات الممتلئة بالإلكترونات، لأن هي دكاترة مالها بقى تعمل ايه؟ تحجب تأثير النواة على المستويات الخارجية. يقول لك علم الشحنة الفعالة أقل من شحنة النواة. دايما الشحنة الفعالة أقل بقد إيه؟ أنا مش هحسب، أنا ماليش دعوة. لكن هي أقل. طب ليه يا عم أقل؟ بنقول له عشان المستويات الممتلئة بالإلكترونات مالها بقى؟ تحجب جزء من تأثير النواة على المستويات الخارجية. الذرة الوحيدة اللي شحنتها الفعالة زي الفعلية الهيدروجين. ليه؟ لأنه ما فيش أصلا. هي ما عندهاش غير الكترون واحد وبروتون واحد، ولا في يحجب ولا ما يحجبش. فهي شحنتها الفعالة هي الفعلية الاثنين واحد. واضحة يا اخوانا؟ يبقى بين النواة والإلكترون في قوة إيه؟ جذب. تعالى بقى نرجع لتدرج خاصية نصف القطر في الجدول. في الجدول الزمني. لما نيجي نمشي من الشمال لليمين ونربط بقى. الأول أنا حطيت لك قاعدة أهو. بين النواة والإلكترون في قوة إيه؟ تجاذب. بين النواة والإلكترون في قوة إيه؟ تجاذب. قوة التجاذب دي تعمل إيه؟ تشد المستويات لجوه. تشد الذرة لجوه، كويس؟ طب أنت وأنت ماشي بقى لما تيجي تمسك تدرج العناصر، تدرج نصف القطر في الجدول. تدرج نقف الجدول. دايما يا شباب لما هاجي ادرس اي خاصيه هعمل زي ما عملت كده. هنعمل ايه بقى؟ هروح ماسكين الخاصيه في الاول زي ما احنا عملنا في نصف القطر كده، ايه هي الخاصيه دي وعباره عن ايه وتتاثر بايه وجت منين وازاي، وبعدين نروح جايين ماسكين الخاصيه نروح رايحين بيها على الجدول. في الجدول دايما عندك حاجتين، دوره ومجموع. تعالى يا عم نمسك الاول نصف القطر ده الف في الدورات، وانت اللي هترد عليا وانت اللي هتجاوبني. في أي دورة في العناصر الممثلة، في أي دورة يا محمد وأنا ماشي كده من الشمال لليمين، العدد الذري بيحصل له إيه؟ وأنا ماشي دايما من الشمال لليمين دي، بص دي حاجة ثابتة مش هتتغير خالص. حتى أنت ارجع للجدول تاني تلاقي إن العدد الهيدروجين واحد اللي هي كام؟ النسب 3 4 5 6. طول ما أنا ماشي كده العدد الذري بيزيد، صح؟ يبقى بص كده على العدد الذري يزداد. طب لما العدد الذري يزداد الشحنه الموجبه اللي على النواه يحصل لها ايه؟ تزيد. قوه جذب النواه تعمل ايه؟ ردوا عليا ما تنحليش عشان تفهم. وانت ماشي العدد الذري بيعمل ايه؟ بيزيد. انت ماشي في الدوره العدد الذري بيزيد، كويس؟ انت لما تبقى ماشي في الدوره الثانيه يبقى العناصر بتاع الدوره الثانيه كلها عندها كم مستوى؟ مستويين. فوانا ماشي من الشمال لليمين العدد الذري عمال يزيد، فالشحنه الفعاله اللي على النواه عماله تزيد، فقوه جذب النواه للمستويين عماله تعمل ايه؟ تزيد بقى. العدد الذري بيعمل ايه؟ بيزيد. الشحنه الموجبه بتاعت النواه اللي هي الشحنه الفعاله تزيد. قوه جذب النواه مش انا قلت لك كله عكس نقط؟ مش انا قلت لك كله عكس نقط؟ طيب بص العدد الذري بيعمل ايه؟ الشحنه الفعاله على النواه تزيد. قوه جذب النواه تزيد. نصف القطر ولا بيزيد؟ لا بيقل. يمكن يكون بيزيد. تطلعوا لي كده جديده ولا حاجه. يبقى وانا ماشي من الشمال لليمين اهو العدد الذري يزداد. الشحنه الفعاله تزداد بتاعت النواه. قوه جذب النواه للإلكترونات
تزداد. نصف القطر يعمل ايه؟ يقل. العلاقه دي ثابته يا جماعه واساسيه معايا في بقيه الخواص كلها. العدد الذري يزداد، الشحنه الفعاله على النواه تزداد، قوه جذب النواه نصف القطر. ده معناه ايه بقى؟ انك في اي دوره افقيه يا عمار، في اي دوره افقيه يا محمد سرحان، اي دوره افقيه بتبدا في اي دوره افقيه باكبر ذره في نصف القطر وتنتهي في اي دوره افقيه باصغر ذره في نصف القطر. اي دوره افقيه تبدا باكبر ذره في نصف القطر وتنتهي باصغر ذره في نصف القطر. طب هنا بص سعادتك، هنا دايما بدايه الدوره عنصر في المجموعه الكام؟ ها 1A 1A. طيب ودايما في ايه في اخر الدوره باختلاف الغازات النبيله 7A زي ما هي. يعني تقول العناصر الممثله اكبر الذرات في نصف القطر في المجموعه 1A. العناصر الممثله اللي هم فيها اس ودي اكبر الذرات في نصف القطر دايما هيكون في بدايه ايه؟ الدوره. مش انت بتقول نصف القطر بيقل؟ يبقى اول عنصر اكبر عنصر في نصف القطر واللي بعده اصغر 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 لغايه ما نوصل لاخر عنصر في الدوره. سيب الغازات النبيله على جنب دلوقتي، برضه هم كمان على فكره نصف قطرهم هيقل برضه. يعني نفس القاعده ماشيه معايا عليهم. طيب ده معناه ان المجموعه 1A كل عنصر فيها اكبر واحد في نصف القطر في الدوره الخاصه بيه. يبقى في كل دوره اكبر دايما اول عنصر في اي دوره اكبر واحد في نصف القطر. طب مين اللي دايما اي عنصر منهم في اول الدوره؟ المجموعه 1A. يبقى اقول المجموعه 1A العناصر بتاعتها كل عنصر منهم اكبر واحد في نصف القطر في الدوره بتاعته. والمجموعه 7A كل واحد منهم اصغر واحد في نصف القطر في الدوره بتاعته. ماشي؟ طيب ده في الدورات. تعالى للمجموعه بقى. في المجموعه الرئيسيه. وانا نازل في المجموعات الرئيسيه، المجموعه الرئيسيه. لاحظ كده وانت اللي هتستنتج برضه. وانا نازل في المجموعه الرئيسيه. العدد الذري بيزيد واحد. بص دي مجموعه مثلا، اي مجموعه. انت بتقول لي لو عنصر في الدوره الثانيه، هنبدا من الدوره الثانيه. عنده كم مستوى طاقه؟ مستويين. عنصر في الدوره الثانيه يبقى النواه، المستوى الاول، المستوى الثاني. طب عنصر في الدوره الثالثه؟ النواه، ادي المستوى الاول، ادي الثاني، ادي الثالث. طب عنصر في الدوره الرابعه؟ يعني انت كل ما تمشي في المجموعه عدد مستويات الطاقه الرئيسيه يحصل له ايه؟ يزيد. يبقى بزياده العدد الذري في المجموعه الرئيسيه عدد مستويات الطاقه الرئيسيه وانا نازل من فوق لتحت كده بيزيد. طب لما عدد المستويات يزيد، هي المستويات دي مليانه ايه؟ الكترونات. زياده الالكترونات دي يؤدي لزياده قوه التنافر ما بينها، تتنافر. الالكترونات تتنافر. لما قوه التنافر تزق لبره ولا لجوه؟ لبره في نصف القطر يزيد. خلي بالك تاني اهو. خلي بالك بص هنكتبها تاني واحده واحده مع بعضين. واحنا نازلين من فوق لتحت. العدد الذري يعمل ايه؟ يزداد برضه. يعني زي في الدوره، بس انت في الدوره تبقى ماشي في نفس الدوره. زياده العدد الذري تزود الشحنه الموجبه فيزيد تاثير الشحنه الموجبه على نفس عدد المستويات. يعني انت في الدوره الثانيه عندك كم مستوى؟ فشحنه النواه الموجبه بتاثر عماله تزيد، بتاثر على كم مستوى؟ اثنين عماله الشحنه الموجبه تزيد وهم نفس المستويات، عماله تشد فيهم تشد فيهم فتنقص نصف القطر. لكن انت وانت نازل هنا في المجموعه الرئيسيه العدد الذري بيزيد وانا نازل كمان عدد مستويات الطاقه الرئيسيه الممتلئه بالالكترونات بيزيد. واخد بالك عنها؟ عدد مستويات الطاقه الرئيسيه بقى يا شباب بيزيد. طب لما عدد المستويات يزيد هيزيد المستوى ده فاضي ولا يبقى مليان؟ يعني معنى كده ان هو هيبقى مليان الكترونات. طب زياده الالكترونات جواه الكترونات سالبه يحصل ما بينها عمليه فيقوم يزود نصف القطر. يبقى وانا نازل من فوق لتحت في المجموعه الرئيسيه نق يعمل ايه يا دكاتره؟ يزداد. نق يزداد. يبقى في الدوره نق، في الدوره نق، في المجموعه نق، في الدوره نق، في المجموعه نق. طيب يجي يقول لي طب ليه في المجموعه نق يزداد؟ اقول له ثلاث اسباب. بزياده العدد الذري يزيد عدد مستويات الطاقه الرئيسيه.
المستويات الرئيسيه اللي بتزيد مليانه ايه؟ الالكترونات. الالكترونات الزياده دي يحصل ما بينها قوه ايه؟ تزود نصف القطر، دي حاجه. الحاجه الثانيه المستويات الممتلئه بالالكترونات دي تحجب تاثير النواه على المستويات الخارجيه. مش هي كل ما مستوى يتملي، بص هنا كان مستوى واحد بيحجب تاثير النواه على المستوى اللي بره ده. هنا عندك كم مستوى مليانين؟ 2 اهو يغطي اكتر، زي اللمبه قلت لك لما تغطيها بورقه واحده بقماشه واحده الضوء بتاعها امتى؟ قماشتين. اهو النواه دي هي اللمبه. لما مستوى واحد بس يغطي على قوه الجذب بتاعتها شويه، طب لو مستويين يخلي قوه الجذب اقل، فنصف القطر يعمل ايه؟ يزيد. ده في المجموعه الرئيسيه. اقول تاني؟ طيب نيجي بقى اخر حاجه، العلاقه بين نصف قطر الذره وايونها. كده احنا قلنا نصف القطر في الدورات والمجموعات. العلاقه بقى بين نصف قطر الذره وايونها. نقل الذره والايون. هو الجزئيه اللي بيجي عليها اساس هي دي كده قيمه تفسر مثلا. رتب مثلا. اقول لك رتب العناصر التاليه حسب نصف القطر. تصاعديا او تنازليا، فتقوم انت تعمل ايه؟ تشوف كل عنصر في انهي مجموعه وفي انهي دوره. وتبدا ترتبهم بقى. يعني مثلا بص، مثلا السؤال اهو. يعني مثلا بص كده ام جي و سي ال، ام جي 12 وسي ال 17 ومثلا كي 19 ومثلا بي ار 35. وانت عايز ترتبهم، طبعا انا جايبهم مترتبين بس هو هيقول لك هيلخبطهم، يقول لك رتبهم لي تصاعديا من اصغر واحد في نصف القطر لاكبر واحد. هتعمل انت ايه؟ تروح ماسكهم واحد واحد. بص ساعتك امسك الام جي وزعه وحدد لي المجموعه والدوره. لما توزعه هتلاقيه في الدوره. بص على الدوره المجموعه الاقيها استاذنا محترمه اللي بتتكلم في الدوره الثالثه والمجموعه 2 دي. طيب امسك الكلور سي ال الاقيه في الدوره الثالثه والمجموعه 7 دي. امسك البوتاسيوم كي هتلاقيه في الدوره الرابعه والمجموعه 1 دي. امسك البرو بي ار هتلاقيه في الدوره الرابعه والمجموعه 7 دي. حلو؟ هات اللي في الدوره مع بعض، انت عايز ترتبهم. هات اللي في الدوره مع بعض. مغنيسيوم في الدوره الكام؟ وكلور في الدوره الكام؟ زي ما انت كاتبهم طب هما ما دام هما الاثنين في نفس الدوره ماشي. ايه اللي هيحدد المجموعه؟ ماشي بس خليك معايا للاخر. ما دام هما الاثنين في نفس الدوره يبقى بزياده العدد الذري نصف القطر يقل. ما دام هما الاثنين في نفس الدوره يبقى بزياده العدد الذري نصف القطر يبقى معنى كده ام جي نصف قطره اكبر من السي ال. ماشي تمام؟ طب هنا البوتاسيوم وبروم الاثنين في نفس الايه؟ الدوره يبقى بزياده العدد الذري نصف القطر اللي يقل. يبقى معنى كده ان البوتاسيوم كي نصف قطره اكبر من مين؟ من البروم بي ار. ازاي اكبر هو في الدوره الرابعه ده في الدوره الرابعه؟ ايوه هما الاثنين في نفس الدوره بس ده في ال1 ايه؟ اول المجموعه اول الدوره وده في ال7 ايه؟ اخر الدوره. وانا ماشي في الدوره نصف القطر بيعمل ايه؟ بيقل. طب بص ساعات عايزين نربط دول بدول بقى. ده في الدوره ده كده اكبر من ده صح؟ طيب ده في الدول الاثنين في الدوره الثالثه والاثنين دول في الدوره الكام؟ يبقى راح جايبهم على طول. بص البوتاسيوم اكبر واحد بعدين البروم بعدين المغنيسيوم بعدين الكلور. كده بص الترتيب كده. اكبر واحد انت عايز تصاعدي يعني تبدا من اصغر واحد اللي هو مين؟ كلور سي ال. اقل من مين؟ مغنيسيوم ام جي. مغنيسيوم اقل من مين؟ من البروم بي ار. والبروم اقل من مين؟ بوتاسيوم كي. طيب نيجي بقى للعلاقه بين نصف قطر الذره وايونها. اخر حاجه الايونات عندك كام نوع؟ يا اما موجب يا اما سالب صح؟ طيب مين اللي بيعمل الايونات الموجبه؟ الفلز. ذره الفلز. ذره الفلز لما يجي بص هديك مثال وانت تطلع العلاقه. انا هقول لك المثال وانت هتطلع لي العلاقه، لسه حلينا عليه دلوقتي.
عندي ذره الحديد اف اي 26 عندها كده 26 الكترون سالب وعندها 26 بروتون موجب ونصف قطرها الواحد 17% انجسترون. دي ذره الحديد اهي يبقى فقط كاركتسة. هيجي الحديد يخش تفاعل فيحصل له عمليه اكسده ويفقد 2 الكترون فيبقى اف اي موجب 2. الكلام اللي هنطلعه هنا قاعده هتمشي على كل الايونات الموجبه وعناصرها. هنا فقد 2 الكترون بقى عنده كام الكترون؟ 24 الكترون سالب. عنده كام بروتون؟ البروتونات مالهاش دعوه بحاجه 26 بروتون موجب. كده البروتونات اكتر من الالكترونات بكام؟ ب2. طب بص نصف قطر اف سي موجب 2 بكام؟ ب 75% انجسترون. قل ولا زاد؟ قل. طب لاحظ كمان واستنتج انت لما يجي الحديد ده يفقد كمان يخش كمان تفاعل تاني فيبقى اف اي موجب 3. نعم عشان عنصر الانتقال بيفقد الاول بالالكترونات المستوى الفرعي فوق اس اولا. ما علينا مالكش دعوه بيها. نفقد 2 ليه؟ عشان الحديد لما بيجي يفقد الحديد لما بيجي بيفقد الالكترونات الفوق اس في الاول وبعدين يفقد من ال 3 دي. الحديد اصلا توزيعه ار 18 فوق اس 2 3 دي 6. اي عنصر لما يجي يفقد منين؟ من الاس الاول عشان هو غلاف التكافؤ عشان كده يبدا بموجب 2. تمام؟ يجي بقى يخش تفاعل ثاني الموجب 2 ده فيفقد كمان الكترون فيبقى اف اي موجب 3. يبقى عنده كام الكترون بقى؟ يبقى عنده 23 الكترون. وكام بروتون يا محترم؟ 26 بروتون. بص فقد ما فقدش البروتونات مالهاش دعوه بحاجه. البروتونات جوه النواه. هنا بص لاحظ كده نصف قطر يبقى كام؟ يبقى 6/10 انجسترون. قاعده بقى طلعها من هنا. ده ايون ايه يا جماعه؟ موجب ودي ذره الفلز بتاعته. فدايما نصف قطر الايون الموجب اصغر من نصف قطر ذراته. دايما نق قاعده بقى اثبتها معلومه عامه لازم تثبت عندك. نق للايون الموجب نصف قطر الايون الموجب اصغر من نق لذراته. ذراته اللي هي مين؟ اللي هي الفلز. يعني لما بقول لك ذره الصوديوم ان ايه؟ ذره متعادله اهي وايون الصوديوم ان ايه موجب 1 نصف قطر مين اكبر؟ الان ايه؟ الذره اكبر من نصف قطر الايون الموجب على طول دي ثابته. طب ليه؟ ايه السبب؟ لما تيجي تمشي انت كده هنا عندك كام الكترون؟ 14. كام بروتون؟ 26. فعدد الالكترونات عدد البروتونات الموجبه اكتر من عدد الالكترونات السالبه فتزيد قوه جذب النواه الالكترونات فيقل نصف القطر. هو الانجسترون ده اللي بعرفه منين؟ الانجسترون ده اللي هو ده الارقام بتاعت نصف القطر دي مالهاش دعوه بيها. المهم ده انت بتعرفه منين؟ من العدد السالب. فقدت الاثنين فيبقى عندها 24 الكترون و26 بروتون. الارقام دي جايبها لك انا عشان نستدل بيها. يبقى بص كل ما العنصر يفقد نصف قطر يحصل له ايه؟ يقل. ليه بقى؟ لان لما بيتحول لايون موجب بيبقى عدد الالكترونات السالبه اقل من عدد البروتونات الموجبه. يبقى ايه؟ عدد الالكترونات السالبه اقل من عدد البروتونات. فيبقى مين اكتر من مين؟ الموجب بتاع العنصر اكتر من ايه؟ فقوه الجذب تعمل ايه؟ تزيد فنصف القطر يقل. نقل الايون الموجب دي القاعده يا جماعه. نقل الايون الموجب اصغر من نصف قطر ذراته. يعني انا جايب لك عنصر اي عنصر واقول لك فقط ده ايون موجب فقط يعني زي مثلا التي ار ده التي ار التي ثانيه وعندي تي اي موجب 2 وعندي تي اي موجب 3 وعايزين نرتبهم حسب نصف القطر. مين اكبر واحد؟ الاكبر واحد تي ار متعادل وبعدين يبقى ده كده اكبر. كل ما يبقى موجب اكتر يبقى الالكترونات اقل
والشحنات الموجبه اكتر، قوه الجذب تزيد، نصف القطر يقل. العكس مع الايون السالب بقى. ذره مين بقى؟ ذره النافلز. بس هو التي اي ده 73. لا ده 22 دي ثانيه. نقل ذره النافلز. النافلز بقى بيعمل ايون ايه؟ سالب. يبقى الفلز بيعمل ايون موجب والنافلز يعمل ايون ايه؟ سالب. ونقل لايونه السالب. العلاقه ايه بقى؟ بص وانت برضه اللي هتقول لي، انت اللي هتستنى. عندي يا استاذ بفر يا محترم ذره الكلور سي ال، وتقول لي انت برضه السبب. سي ال 17 عددها الذري 17، يبقى عندها كام الكترون؟ 17 الكترون. وعندها كام بروتون؟ 17 بروتون. نصف قطر ذره الكلور، نصف قطر ذره الكلور 9. يبقى نصف قطر مش مهم تحفظه خالص، 99%. حلو؟ دخلت ذره الكلور تفاعل وربنا كرمها والكترون نط في بقها، فبقت ايه؟ فبقت سي ال سالب 1. اكتسبت الكترون. كده يبقى عندها كام الكترون؟ 18 الكترون. عندها كام بروتون؟ 17 بروتون. البروتونات مالهاش دعوه بحاجه. النواه مالهاش دعوه في التفاعل الكيميائي، النواه ما بتجيش، محدش يقدر يجي جنبها. بص يا محمد يا محي، كده يبقى عندها نصف القطر 1 علامه 8 انجسترون. بص بقى الفرق. بص لاحظ نصف قطر الايون السالب يا ادهم اكبر ولا الذره اكبر؟ لا يا اخوانا ده ملوش دعوه بده، ده ملوش علاقه بده، دي قياسات. الرقم ده انت مالكش دعوه بيه، مش تحفظه. اللي هو نصف القطر الكام ده انت مش تحفظه، مالكش دعوه، ده انا اللي جاي. حلو كده؟ لكن اللي انا عايزه ايه بقى منه؟ انهي اكبر، ده ولا ده؟ السالب. يعني نقل ايون السالب اكبر من نصف قطر ذرته. نقل يعني عكس مين؟ عكس الايون. طب بص يقول لي ليه؟ بص هنا كم الكترون؟ 18. كم بروتون؟ 17. فهنا الالكترونات اكبر من البروتونات. قوة التنافر بينها تزيد. المستويات الممتلئة بالالكترونات تزيد. تحجب جزء من تأثير النواة فنصف القطر يزيد. يعني اقول لك عدد نصف قطر الايون السالب، اي ايون سالب اكبر من نصف قطر ذراته. ليه؟ تقول لي عشان في الايون السالب بيبقى عدد الالكترونات السالبه اكبر من عدد البروتونات الموجبه، فتزداد قوه التنافر بين الالكترونات، ومستويات الطاقه الممتلئه بين الالكترونات تحجب تاثير النواه على المستويات الخارجيه، فيزداد نصف القطر. طب اجي اقول لك يا استاذ محمد يا محترم، اجي اقول لك بص السؤال على دي بقى، انهي اكبر؟ اخر حاجه اف دي سي ال 2 ده اسمه كلوريد حديد 2، وعندي اف اي سي ال سي ده اسمه كلوريد حديد 3. انهي فيهم الرابطه فيه اطول؟ اف اي سي ال 2 الرابطه اطول ولا اف اي سي ال سي الرابطه اطول؟ طيب بص يا عم عشان تعرف بقى وتجاوب. خالف طبعا. هحل ده وانت اللي هتحل اللي بعده، مش هسيبك تمشي غير لما تحله. هنا ده طول الرابطه بيساوي نق ايه؟ نق اف اي موجب 2 زائد نق اس ال، وده نق ايه؟ اف اي موجب 3 زائد اس ال. يعني اس ال هنا وهنا صح؟ الاختلاف بين مين ومين؟ وموجب 2 نصف قطره 75، وموجب 3 نصف قطره 6 من 10، يبقى مين اكبر؟ 75%. يعني طول الرابطه في الاف اي سي ال 2 اكبر من طول الرابطه في الاف اي سي ال 3. طب بص انت اللي هتجاوب مش انا. احنا اتفقنا نقل الايون الموجب ماله اصغر من نصف قطر ذراته، وبزياده الشحنه الموجبه على الايون الموجب يزداد النقص في نصف القطر. بزياده على الايون موجب يزداد النقص في نصف القطر. يعني دلوقتي بص تي اي موجب 2 وتي اي موجب 3، مين نصف قطره اكبر؟ موجب 2 وتي اي موجب 3 اقل. اجي اقول لك بص اقول لك طب تي اي
سي ال 2 وتي اي سي ال 3. سي اكبر. ايوه ليه؟ عشان ده موجب كام؟ وده موجب كام؟ والموجب 2 نصف قطره اكبر من الموجب 3. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.